فيلم ترميناتور شكله هيتحقق. فانا ممكن استخدمه في امتحانات مثلا كده، فاهم؟ واضربه بقى ده حديث. بالظبط كده. للاسف اعرف عنه شويه. تمام. انا استخدمته مره. هو كل اللي انا اعرفه عنه هو ذكاء اصطناعي بيعمل حاجات كلها اللي الانسان ممكن يعملها. عندك مقالات في شغل، عندك ريبورتات، عندك بروجكت، الحاجات اللي بتستخدمها في شغلك كباوربوينت والاكسل والحاجات دي ممكن يعملها لك كلها. مش عارف، انا ممكن استخدمه في امتحانات مثلا كده، فاهم؟ نخش منه بتاع. لو تخش بين امتحان اعمل معاه في الصح. بالظبط. ايوه فعلا. انا اديتك دلوقتي فكره ازاي ممكن تحل امتحاناتك الفتره اللي جايه. بالظبط. تيجي. واجبات، اي حاجه. بالظبط. وانت ايه رايك؟ اسمه ايه؟ اسمها ايه؟ اسماعيل. ايه رايك يا اسماعيل؟ انت بتستخدمه اصلا الحاجات؟ لا اديت بيكتشرز بس، يعني بعمل اديت للصور بتاعتي وشكرا، فاهم؟ فاهم. انا اولد سكول يا مان. بس انا سأل الشباب برضو قالوا لي هم يستخدموا بقى الامتحانات بتاعتهم وكده. ليه لا؟ يعني لو عندي امتحان وعندي مكانه بقى اساله السؤال وهو يجاوب على السؤال وخلاص بلاها. يعني ده فكره جميله والله. انا نايم انا بقى ويروح امتحان مكاني. ممكن ياخد شغلانات ناس كمان 10 سنين مثلا. اكيد طبعا. اكيد. مش محتاجه حاجه يعني. حاسس انه ممكن يوصل لايه. بص يعني في حاجه اسمها الهولوجرام، انت اكيد عارفه الهولوجرام، الحاجه اللي بتبقى صوره أيوة. ظاهره لحاجه. انا حاسس انه ممكن مع الوقت يدمجوا الاثنين مع بعض، فتلاقي الشات جي بي تي ده بقى حاجه هولوجرام واقف قدامك بيكلمك، فاهم؟ يعني السي في تبقى حد عايش معاك. اصل انت هو بيأدي الدور بكفاءه بدون مثلا اي مشاكل. يعني وليكن مثلا انا بني ادم افترضت مثلا حته ان انا ممكن اغلط، دي موجوده. ليه؟ لان احنا بني ادمين، هو روبوت اكيد مش هيغلط. فبالنسبه لنا هو ياخد مكاني، انا لما ياخد مكاني انا مش هلاقي شغل، صح ولا لا؟ فانا مجالي هنا سيلز، انا بعرض وببيع وقدام الشخص ببقى عارف مشاعره ازاي، الدنيا دي. لا دي مختلفه شويه. هرجع واقول ان هي ممكن تاثر على سوق العمل. ممكن تبقى خطر بقى. هو تاخد شغلانات ناس يعني. بالظبط. يعني في فيلم ترميناتور شكله هيتحقق. ممكن ياخد بقى شغلانات ناس وكده. بس النهارده شايف حاجه زي كده، ان هو جايبين قناه مش فاكر اسمها ايه، نشره الاخبار. جايبين مذيعه قاعده عادي شكلها بني ادمه طبيعيه عادي جدا. فبيقول لك ان دي اصلا مش بني ادمه حقيقيه، دي اي اي ومعموله على الشكل دوت وبتقول بقى الاخبار. فده هيستبدل بقى المذيعين مع الوقت. لو ركزت شويه هتلاقي، عارف انت الابلكيشنز اللي بتعمل صورك اي اي، هتعرف انه دي الست دي معموله بس شكلها، فاهم؟ حقيقي. اولموست حقيقي يعني. ما فكرتش فيها كده خالص، بس جامده الفكره. اعتقد حاجه زي كده تحصل يعني، مش بعيد، فاهم؟ اللي هو زي اي اي كده. عارف ايه اي ده؟ زي قول لي اي سؤال مثلا عندك في حاجه ليها دعوه باللي انت بتدرسه. اي حاجه تخص الماثيماتيك هيجاوب عليها، بيقول اي حاجه عادي. هيساعدني في المذاكره وكده. يساعدك يا باشا مليون في المية. تبقى كويسه جدا يعني، فكره مفيده كويسه. بس حاسسها تبقى خطر شويه. ليه؟ هتاخد شغلانات ناس. انت شكلك مش مطمن للموضوع برضه زي صح؟ اشمعنى بقى؟ حاسس اللي هو اي كلام مثلا. هو الاخ مش معانا برضه، اللي هو انا الحوار مش حقيقه. بس لو انتوا فاكرين ان انا معاكم يبقى انا معاكم. ماشي. اسال انت يا باشا. اكتب انت. انا عايزك بس تاخد بالك هو هيجاوب بسرعه قد ايه. وريني كده كتبت ايه. اكتب لي نص نثري احمد شويه. ماشي. A few moments later. نايس جدا. ايه رايك بقى؟ تقول انت اولد سكول وانت بتديت بيكتشرز وبتاع، حاسس ان هو ممكن في المستقبل ان هو ياخد مكانك؟ ما هو اوريدي بياخد مكانه، وانت بتعمل كده بس هو بيقعد يعمل لك اديت زي ما انت عايز. وكمان الحوار التاني اللي هو انت اللي انت بتتخيله بيرسم لك الرسم على الاساس ده. شفت ابلكيشن زي كده، فاهم؟ ممكن تستعمله كوسيله لحاجه انت عاوز توصل لها. بس انا جاهز لهم بقى يعني. صح. بيسبول واضربوا بقى ده حديث. بالظبط كده. اللي انا معتقده يعني ممكن يكون مصانع كتير هتعتمد عليه في الشغل. مكان مثلا الديزاينر جايب مثلا، بدل ما يجيب لك ديزاينر بالاعلانات والماركتنج والحاجات دي والادفرتايزنج، الحاجات اللي الشركات بتعملها، ممكن يستخدموا الشات الجي بي تي ده فيه. فانت لو بتشغل 5، لا انا هشغل 2 بس. هينجز مبدئيا اسرع. هو هينجز وهيعمل الشغل والتاسكس والحاجات دي كلها بسرعه، بس هيأثر على الناس التانية برضو اللي بتشتغل. لو انت مثلا في دراسه او كده في كليه وعندك اسايمنتات، ممكن مثلا تساله سؤال. لو انت مثلا حاولت في سؤال ما عرفتوش، ممكن تساله بيجاوب عليك جامد قوي. ممكن تستخدمه الامتحان مثلا وكده. ممكن جامد. الفكر المصري نفسه او الفكر عموما في الشغل هيقل وهيتمنع. انا حاسس ان هي مساله وقت بس عقبال ما الناس تبدا تستوعب ان هو ممكن كله هيستسهل بعد كده. وانت عارف ان احنا الشعب المصري بنحب الحاجات السهله. انت ما تعرفش اصلا ده ايه؟ انا سمعت عنه، فاهم؟ بس اكتب سؤال.
انت عارف ده ايه؟ ما استخدمتوش برضه، ما استخدمتوش. حاسه كمان كام سنه كده ممكن مثلا ياخد شغلانات ناس. لا مش الدرجه دي؟ مستحيل، لا علشان حته ان هو حاسس أصل على قد الإنسان اللي حاجات عامله البروجرامينج والحاجات دي، الحاجات اللي الإنسان هي اللي عامله برضه. مش الانسان اللي عامله كده بس حاجات قصدي اللي ما فيهاش تفكير قوي، محتاجه بس معلومات. ممكن هو ساعتها بقى يبقى يعني لو شركه مثلا بتاعت بروجرامينج وبتاع، لو هو مشغلين حاجات زي الاي اي كده كتير فشخ، ممكن مش هيحتاجوا الناس. سالت سؤال ورد عليك في ساعتها ولا لسه بيقول؟ ايه؟ اساله اي حاجه كده. انا سالته ايه هي عاصمه اليابان فرد عليا. بص ابو شيماء اتعور. انا كنت ساله انت قبل ممكن كده مثلا قول لي قصيده مش عارف من مين وحلل لي القصيده دي، يعني خش معاه في حاجات كده هيجاوب. كنت ساله قبل كده. بص كنت ساله قبل كده احسن مسلسل في العالم، عمل لي كده كمقدمه وقال لي بريكنج باد وجيم اوف ثرونز. انا كنت متفرج على جيم اوف ثرونز حرفيا. جيم اوف ثرونز من امتع المسلسلات اللي انت ممكن تشوفها. واحد صاحبي يتفرج عليه، انا اول اتفرجت عليه. لو واحد شغال محاسب وعنده مثلا المفروض يطلع ريبورت مثلا شغال في محاسبه المراجعه مثلا لكذا شركه، فده ممكن يفيده فيه اكتر ان هو بدل ما يقعد يعمل شيت لكل واحده، لا ممكن يدخل الداتا اناليسيس بتاعته على الشات جي بي تي على حسب السيستم بتاعه. انا مش عارف الاناليسيس بتاعته بالظبط هي ايه، فممكن يدخل الداتا دي عليه وعادي بقى.